عليكم، يا اهلا بكم متابعينا الغاليين. شلونكم؟ شلون صحة؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. بس قبل الحلقة خلونا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وال محمد. ليتس جو على الفيديو. طبعا ان شاء الله اليوم عندنا افضل 10 ممثلين في شهر رمضان المبارك. وطبعا اليوم عندنا ان شاء الله افضل 10 ممثلين في هذا شهر رمضان في الوطن العربي كامل، يعني في الوطن العربي كله افضل 10 ممثلين في هذا رمضان. وطبعا كل الممثلين راح اذكرهم وحسب رايي الشخصي وليس اراء العالم مثل ما قالوا لي بالفيديو السابق. ترى كله رايي الشخصي والله العظيم، بس كم مسلسل من اراء العالم. بس لا، هذا ان شاء الله من رايي الشخصي. كل الممثلين يعني اي واحد يجي يعترض ما حقه يعترض، لان هذا رايي وحقي انا اعبر عن رايي حال العالم. فهذا كله عن رايي ان شاء الله. فاوكي، قبل بدايه الحلقه هنيئ لكم بمناسبه حلول الشهر الفضيل شهر ذو القعده المبارك، والحمد لله والشكر شهر ذو القعده جاء موحد، وان شاء الله عيد الاضحى المبارك هم يجي موحد باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني الموحد من السنه والشيعة والله العظيم جدا شيء جدا جميل. وايضا شفنا الهلال الحمد لله والشكر، وان شاء الله هلال خير على جميع المسلمين ان شاء الله. فاوكي خلينا نبلش. ليتس جو. طبعا الحمد لله صار نشتغل وياكم ان شاء الله. تقريبا هذا اخر فيديو، لانه راح نغيب عليكم ان شاء الله تقريبا نص شهر او اقل من نص شهر، لانه عندنا امتحانات نص السنه ان شاء الله. يعني راح نغيب من 1/6 لحد 15/6 لان امتحانات بعد ما اقدر انزل الموبايل اصلا لاني اقرا والله العظيم ثقل ثاني. فادعوا لي بالنجاح وان شاء الله نجاح لجميع طلاب الثالث وايضا متابعيني. فاوكي ليتس جو. طبعا قبل خلينا نبلش بافضل 10 ممثلين في رمضان، ما اريد نطول منا. طبعا شو رايكم بالسماعه؟ طبعا هي المايك هي سماعه شويه حتى الصوت يوضح لكم ان شاء الله. عن قريب ورا الامتحانات راح اجيب لكم مايك. طبعا والله العظيم راح اجيبه بس سعره والله العظيم يعني جدا غالي لقيته والله العظيم. يعني مايك على بلوتوث حلو هنا تعلقه بس سعره غالي، بس ان شاء الله يعني على امكاني راح نجيب ان شاء الله. شبابنا الطيبه نبلش. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا نبدي بالممثل العاشر ويانا اللي هو ممثل او الفنان الكبير المبدع الراقي ذو الفقار خضر. طبعا ذو الفقار خضر هو يعتبر من يعني ارقى الممثلين الشباب الجديدين، لانه اعماله كلها زينه والله العظيم. هو يعتبر من افضل الممثلين في هذا رمضان العرب، افضل الممثلين العرب والله العظيم. ممثل تحسه ينطي دوره وينطي زياده، ينطي الشخصيه اللي يأديها يعطيها حقها وزياده والله العظيم. ممثل راقي ومبدع والله العظيم، اتمنى له التوفيق. وممثل متواضع وفنان كبير والله العظيم، متواضع كل ما اراسته يرد والله العظيم. يعني فنان كبير والله العظيم متواضع، فيستحق المركز العاشر ويانا كافضل ممثلين 10 للعرب في هذا رمضان 2023. فاوكي نجي للمركز التاسع ويانا اللي هو الفنان الكبير. نجي المركز التاسع اللي هو الفنان الكبير عباس المله. عباس المله شنو قلنا نشبك بين بسام المله الله يرحمه وعباس النور. طبعا عباس النور اللي ما يعرفه هو ابو عصام بشخصيه باب الحاره. طبعا ادى عمل مسلسل مرضى العز اللي العالم كلها تخبرت عليه والله العظيم، لانه عاد الحياه الشاميه للمسلسلات. وانا اتمنى تلغى المسلسلات السوريه كلها وترجع للبيئه الشاميه، لانه احلى والله العظيم. اتوقع انه افضل دراما عربيه كلها شاهدتها هي باب الحاره والله العظيم، الدراما السوريه. اتمنى ترجع لدراما البيئه الشاميه. فيستحق يعني الممثل الكبير عباس النوري المركز التاسع. طبعا والله العظيم حتى بنشوف شخصيته وكبر الممثل، كبر صار له قرن يمثل والله العظيم، بس شنو يعني الشخصيه اللي يأديها والله العظيم جدا جميله. وايضا مسلسل حارة القبه، ونشكر الفنان عباس النور على هذا، وان شاء الله يطول بعمره ويقدمنا بعد اعمال احسن ان شاء الله. فاوكي نجي للمركز الثامن ويانا اللي هو الممثل الكبير او الفنان الكبير عمر سعد. طبعا عمر سعد اللي قام ببطولة مسلسل الاكر اللي حقق نجاح كبير جدا. طبعا هذا الممثل كل سنة ينجح، يعني انا لحج قد لاحظ الممثلين يهبطون يصعدون. بس هو والفنان ايضا محمد امام ابن الفنان عادل امام، هم ذول الاثنين اللي ما سقطوا بالدراما المصريه. لان محمد رمضان سنه يصعد وسنه ينزل، بس السنه صاعد محمد رمضان. فهذا الفنان الكبير عمر سعد والله العظيم يعني نجاحاته ما تقف، لانه ممثل والله العظيم. يعني تحس انه يعني من يؤدي شخصيه القوي والتعارك يعني لا قتله والله العظيم. واهلا على هذا الدور، وان شاء الله التوفيق للفنان عمر سعد. طبعا والله العظيم هو الفنان مثل ما قلت لكم الفنان الوحيد اللي ما سقط باعمال، لانه اعماله كلها ناجحه، وان شاء الله يستمر بالنجاح والتوفيق للجميع. فاوكي نجي للمركز السابع ويانا اللي هو الفنانه الكبيره المبدعه الجميله المتالقه الفنانه ساره البحريني. طبعا ساره البحريني من ارقى الممثلات بهذا رمضان، من ارقى الممثلات اللي شفتها بهذا رمضان والله العظيم.
لانه ممثلة يعني شلون جايبة الدور يعني مضبوط، ولايق لها دور اللي تحرق والخبيثة واللي تفوق. والله العظيم وهنها. طبعا هي بالحقيقة انه ناس قامت تكرهها من وراء العمل، بس هي بالحقيقة انسانة مثقفة والله العظيم وراقية وحتى محترمة والله العظيم متواضعة. بس شنو هو كل واحد التمثيل، يعني مثلا هسه هواي جهال او جهال اللي ما يفتهمون تابعوا مسلسل خان الذهب فقاموا يكرهوها لانه عبالهم يعني بالحقيقة، بس هي مسلسلة كلها مسلسلة. والفنانة جدا والله العظيم جميلة ومتألقة وراقية والله العظيم ممثلة محترمة، فتستحق ويانا المركز السابع. فوكي نجي للمركز السادس ويانا اللي هو الفنان الكبير اياد راضي. طبعا اياد راضي هم من ارقى الممثلين اللي ما فيش له والله العظيم. يعني صحيح انه هذا السنة ما قدم شيء جدا جميل، بس شنو عمله كان تمثيله كان راقي ومن ضمن دور يعني حقه والله العظيم بزيادة. وهنا الفنان اياد راضي على هذا، وان شاء الله التوفيق لاياد راضي والله العظيم، لانه هو اكثر فنان ضحكني هو اياد راضي. ما جاء من بعده فنان ضحكني والله العظيم، وحتى بهذا العمل البسيط اللي قدمه على الفطور اضحك والله العظيم. اهلي يقولوا ايش فيك تضحك عمي ترى ماكو شيء، بس انا والله العظيم يعني من اشوف اياد راضي اتذكر يعني المشاهد الحلوه فاضحك. فيستحق يعني المركز السادس الفنان اياد راضي والله العظيم، والعام اخذ افضل ممثل، السنه الجايه ان شاء الله ياخذ افضل ممثل لانه عنده عمل قوي جدا اعتقد مو مضحك. اوكي نجي لافضل 5 ممثلين في هذا رمضان. طبعا المركز الخامس ويانا اللي هو الفنان حماده هلال. طبعا حماده هلال من الفنانين المبدعين والمغنيين الراقين والله العظيم. هو ممثل وفنان بنفس الوقت، هو نفس الشيء فنان وممثل، بس ممثل وايضا مطرب بنفس الوقت او مغني مثلا او ممثل. قدم مسلسل مداح مع قناة النهار. طبعا قدم اول سنه يعني هيك قالوا مسلسل بسيط، بس ما توقعوا هذا النجاح اللي صار، نجاح كبير جدا والله العظيم. فنجح مسلسل مداح الجزء الاول، فام بي سي مصر ذكيه والله العظيم، فقررت تاخذ المسلسل من النهار تشتريه حتى تقدمه للناس، فقدمته والله العظيم حقق نجاح كبير الجزء الثاني. ورجعوا بهذا رمضان الجزء الثالث اللي ياخذ تقريبا ثاني افضل مسلسل بعد مسلسل العمده. فمسلسل حماده هلال والله العظيم وهنا على هذا التوفيق، وان شاء الله يستمر المسلسلات. واعتقد هاي سلسله المداح ما راح توقف، راح تستمر الى ما لا نهايه اعتقد والله العظيم حسب توقعاتي. فيستحق ويانا المركز الخامس. طبعا نجي للمركز الرابع ويانا، وطبعا نجي للمركز الرابع اللي هي الفنانه الكبيره والمتالقه الفنانه حياة الفهد. طبعا حياة الفهد ايضا من ارقى الممثلات اللي شفتهم والله العظيم، يعني فنانه مبدعه والله العظيم وتستمر بالابداع ان شاء الله. فتستحق ويانا المركز الرابع بهذا رمضان كافضل 10 ممثلين في هذا رمضان. فاوكي نيجي للمركز الثالث ويانا. طبعا المركز الثالث اللي هو الفنان المبدع والكبير والراقي والجميل الفنان. طبعا هاي كل الاراء حسب رايي الشخصي وليس راي العالم، طبعا كله حسب رايي. المركز الثالث ويانا اللي هو الفنان الكبير والمبدع والله العظيم واكثر الممثلين اللي يحبون مصر اللي هو الفنان سيد رجب. طبعا سيد رجب صحيح قصة رمضان كريم مو نفس قصة 2018 او 2017، مو نفس القصة تماما، قصة يعني تقريبا شوية بيها رداءة، يعني مو ذاك القد مثل مال الجزء الاول. الجزء الاول حقق نجاح كبير مو مثل الجزء الثاني، الجزء الثاني ما حقق نجاح للاسف بسبب انه ماكو قصة وسيناريو حوار قوي، واكو قصة حلوة بس مو سيناريو قوي مثل 2017 اللي هو الجزء الاول. فسيد رجب يستحق ويانا المركز الثالث كافضل 10 ممثلين. وطبعا والله العظيم سيد رجب مثل ما قلت لكم من ارقى الممثلين اللي شفتهم بتاريخ الدراما المصريه، وممثل بكل تلقى كل ثاني يمثل مسلسلتين ما يقدر، يعني تحسه بيه انه لازم يمثل مسلسلتين ما يقدر. فنهنئ سيد رجب والله العظيم والتوفيق الدائم ان شاء الله. فنان سيد رجب والله يطول عمره ان شاء الله ويحفظه. اوكي نجي لافضل الممثلين في هذا رمضان بدون منازع. طبعا نجي للممثل الثاني اللي هو الفنان الكبير المبدع المتألق الجديد على الدراما والبكي والحزن اللي هو الفنان غسان اسماعيل. طبعا غسان اسماعيل تعتبر هاي اول تجربة له من حيث انه بيمثل مسلسلة حزينة مو مضحكة، ومتعود انه ولاية بطيخ وضحك وما اعرف شنو، بس هاي اول مسلسل يخوض هذه الدراما ونجح نجاح كبير وحصل جائزة الهلال كأفضل ممثل في العراق ويستحقها بجدارة والله العظيم. وانا هم على مسلسل خان الذهب اللي قدمه، يعني الشخصية دورها وحقها والله العظيم. وحتى بالمسلسل ما تعرف هذا غسان اسماعيل اللي يضحك هنا، يعني بدك تلزمه بالبلازما وتكسره من ورا انه يكره اخوه يريد يبوقه، بس والله العظيم فنان مبدع وراقي ومحترم والله العظيم يستحق ويانا المركز الثاني.
وطبعا نجي لأفضل ممثل في هذا رمضان، طبعا عرفته 100%، اللي هو الفنان الكبير اللي أحبه صراحة أنا شخصيا، الفنان محمد رمضان، أو الأسطورة نمبر 1 محمد رمضان. طبعا محمد رمضان من أفضل الممثلين في تاريخ الدراما العربية كلها يعني تقريبا، بس هو بعد إن شاء الله يعني بعد هو ترى هم مو ذاك قد كبر، بس بعد إن شاء الله يقدم لكم أعمال أحلى. فيستحق يعني المركز الأول كأفضل ممثل في هذا رمضان هو الفنان الكبير المبدع الراقي محمد رمضان. طبعا هو مغني، حتى غناته ترى حلو والله العظيم، بس هو شوي نوبات يسوي شغلات تخلي العالم تضوج منه والله العظيم. يعني انا في اليوم هم مره والله ضجت من عندنا مره حفله سووها، بس هو يبقى ممثل راقي، بس انا احبه بالمسلسلات وليس في الغناء. بالغناء ما احب، احسه يعني شويه ابي عنده رداء والله العظيم، يعني يسوي شغلات تضوج العالم. بس هو يعني يبقى فنان كبير وراقي، وان شاء الله الله يوفقه. الفنان كبير محمد رمضان يستحق يعني المركز الاول كافضل ممثل من خلال مسلسل العمدة اللي قدمه في رمضان على قناة دي ام سي، وايضا على قناة ام بي سي 1 وام بي سي العراق الساعة 9. هو مسلسل جميل والله العظيم، واخذ افضل مسلسل ايضا وافضل ممثل. افضل ممثل في هذا رمضان هو الفنان الكبير هذا راضي محمد رمضان. فاوكي هذه كانت نهاية الفيديو، وانطيتكم رأيي الشخصي كأفضل 10 ممثلين في هذا رمضان، وكان معكم الصورة حسين علي، ظلوا بخير، وإن شاء الله نستمر بالفيديوهات. تقريبا هذا آخر فيديو، وإن شاء الله نلتقي بعد 15/6 لأنه عندنا امتحانات ورينا نقرأ، وادعوا لنا إن شاء الله بالنجاح. كان معكم الصورة حسين علي، ظلوا بخير، سلام. مرحبا رمضان.